الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة الشعبية بمدينة البدرشين تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وتسعد بمشاركتكم ومساهمتكم معنا لإنجاح مشروع إعمار وتطوير مدينة البدرشين. ساهم معنا ولو باثنين، معا نصنع غد أفضل لمدينتنا وبلدتنا، والله تعالى من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صالح الله أكبر
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا دائما طيبا طاهرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه صلاة تنحل بها العقد ويزول بها الضرر وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وحضراتكم بخير. وهذا عيد الأضحى نتعلم منه دروسا كثيرة من سيدنا أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. إن إبراهيم كان أمة
قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ليت المسلمين يتعلمون من هذه المواقف ومن هذه الذكريات الخالدة ما ينفعهم في حياتهم الحاضرة. ليتنا نفهم وليتنا نتعلم أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين أودع ولده إسماعيل وزوجته هاجر هناك في مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء، بعد أن ترك معهما جراب به تمر وسقاء به ماء، نفذ التمر ونفذ الماء. وقبل أن يتحرك إبراهيم من مقامه ومن مكانه قالت الزوجة المؤمنة الصابرة المحتسبة المتوكلة على ربها عز وجل: الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. نعم، إذن لن يضيعنا. نتعلم أننا طالما نسير في جنب الله وفي كنف الله وعلى شرع الله وعلى هدي الله تعالى وعلى سنة نبينا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إذن لن يضيعنا ربنا تعالى. والله لن نضيع أبدا طالما تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليتنا نفهم وليتنا نتعلم من هذه الذكريات الخالدات حسن التوكل على الله عز وجل وحسن الظن بالله تعالى عز وجل. طالما أننا نسير في ركابه ونسير على هديه وعلى شريعته، إذن لن نضيع أبدا ولن نخذل أبدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإعراض عن ذكر الله وعن شرع الله وعن هدي الله فيه الضياع، فيه الجوع، فيه الدمار. ولكن التقدم والحضارة والنمو والرقية لا يكون أبدا إلا أن نسير في جنب الله وفي كنف الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وحينما أمر إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. وبعد أن قال أو قبل أن قال ذلك قال: الله أمرك بهذا؟ قال له: نعم. قال: إذن لن يضيعنا. نعم، إنه الإيمان الصادق بالله عز وجل وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله رب العالمين. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم، إننا إزاء هذه الأزمة الطاحنة التي نمر بها في بلادنا نسأل الله تعالى أن يعجل لنا بالفرج، نسأله تعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. إننا إزاء هذه الأزمة الطاحنة لا نملك إلا أن نلجأ إلى الله وأن نستعين بالله وأن نحسن الظن بالله تعالى وأن نرفع شرع الله عاليا. إذا فعلنا ذلك
إذا لن يضيعنا الله رب العالمين. ولكن البعض يصر إصرارا عجيبا على أن نستورد قوانيننا، وأن نستورد دساتيرنا، وأن نختار طريق الغرب طريقا لنا ومعنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأردد ما يقوله دائما وأبدا المؤمنون الصالحون من عباد الله والدعاة إلى الله: عجبا لأمة ربها نور وكتابها نور ونبيها صلى الله عليه وسلم نور وتعيش في الظلمات. كيف نستبدي شرائعنا من الغرب أو من الشرق وقد جربنا الشرق مرات وسرنا في ركاب الغرب نلهث مرات ومرات، ما جنينا من وراء ذلك إلا الخسران المبين. هلا جربنا الله تعالى مرة واحدة وتوكلنا على الله وأحسننا الظن بالله رب العالمين؟ لو فعلنا ذلك كنا أتباعا لإبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، وكنا أتباعا لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وتيقنا يقينا صادقا لا يضيع ولا يخيب أن الله تعالى لن يضيعنا أبدا. إن إبراهيم كان أمة بإيمانه بالله تعالى ويقينه على الله عز وجل. ليس هو صاحب إيمان يتذبذب ويتردد، ليس هو من أصحاب الأيدي المرتعشة والقلوب الخائفة، ولكنه صاحب إيمان ويقين ثابت على أن الله تعالى هو الله لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، بيده سبحانه ملكوت السماوات والأرض. هو المهيمن، هو الرازق، هو القادر سبحانه على أن يبدل حالنا إلى أحسن حال، ولكن يبقى لنا أن نتوكل عليه وأن نحسن الظن به تعالى سبحانه من رب عظيم. حينما ألقي إبراهيم في النار وصنعوا له نارا أضرموها حتى علت إلى عنان السماء، ووضع إبراهيم في المنجنيق وقذف به من بعيد في النار. جاءه جبريل كما تعلمون، كلام سمعناه كثيرا، ليتنا نتعلم من هذه المواقف ونحسن الظن بربنا تعالى. جاءه جبريل قال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال له إبراهيم: أما إليك فلا. قال: سل ربك. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. ما هذا الإيمان العظيم؟ ما هذا اليقين الكبير على الله تعالى؟ نبتغي أو نبغي أو نهدف أو نأمل إلى أن يمتلئ قلب كل مسلم بهذا اليقين الكبير على الله عز وجل، حتى نخرج من هذه الأزمة الطاحنة التي أوجعت القلوب وآلمت الصدور، فانتفى الأمن والأمان وعمت الفوضى وكثرت البلطجة في كل بقعة من بقاع بلادنا. إننا حيال هذه الأزمة لا نملك إلا أن نتوكل على الله وأن نلجأ إلى الله عز وجل كما لجأ إليه يونس ودعا دعاء المكروب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مسلم أبدا إلا فرج الله تعالى عنه الكرب
وأزال عنه الهم. إننا في كرب عظيم وفي أزمة طاحنة، ينبغي ليس لنا من باب كبير إلا باب الله عز وجل، نلجأ إليه ونتوكل عليه ونحسن الظن به من رب عظيم سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، لا أن نتعاون على الإثم والعدوان، وأن يتخلى كل واحد منا عن أنانيته وعن ذاتيته ويصبح إنسانا آخر يتغير مع المتغيرات، يحب إخوانه ويلجأ أو يسعى إلى قضاء حاجتهم. نحن في هذه الأيام لا نملك إلا أن نتحد وننسى ما بيننا من خلافات، وننسى ما بيننا من خصومات وشحونات. هذا له طريق وذاك له طريق آخر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إننا في يوم العيد نفعل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين وقف خطيبا بين الناس قائلا: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن فعل غير ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله. الأضحية سنة عن رسولنا وعن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نوصيكم بصلة الأرحام، فإن الرحم معلقة تحت العرش تدعو: وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.